السلام، معكم الأستاذة إيمان، أستاذة علوم الاقتصاد. هذا النهار بغيت نشارك معكم طريقتي الخاصة في تحضير الامتحان. علاش بغيت نشارك معكم هذه الطريقة هذه بالضبط؟ حيت أنا جابت معايا نتيجة وإن شاء الله حتى نتوما غادي تقدر تعاونكم بزاف. أول حاجة بغيتكم تعرفوا باللي ما كاينش فرق ما بين التلاميذ، كلشي بحال بحال. غير الفرق اللي كاين هي ان هذاك التلميذ اللي كيجي الاول في القسم وكيتفوق على الاخرين كيعرف كيفاش يدير ينظم الوقت ديالو، ما كيبقاش يضيع وقته غير في الحوايج الخاويين، كيدير تضحيات. كلنا عزيز علينا النعاس، كلنا عزيز علينا الخروج، كلنا عزيز علينا الافلام، التليفون، بزاف ديال الحوايج كنبغيو نديروهم. ولكن هذاك الانسان اللي قدر انه يتفوق دار تضحيات في حياته وركز على الاهداف ديالو. حتى نتوما بغيتكم تعطيو قيمه للوقت ديالكم اكثر من هذه الحوايج هذه. من اهم لي سيكري اللي خلاو بزاف ديال الناس ناجحين في حياتهم هي انهم كيفيقوا بكري، باش كتبقى لهم لا جورني طويله وكيديروا فيها بزاف ديال الحوايج. دونك انا في داك الوقيته كنت قريت واحد لاختيك باللي احسن بيريود العقل ديال الانسان كيستوعب فيها هي ما بين 6 ديال الصباح حتى ل 11 ديال الصباح، وما بين 4 ديال العشيه حتى ل 11 ديال الليل. فحاولت انني نطبق هذه الطريقه هذه في البروغرام ديالي. كنت كل نهار كنحاول انني نفيق مع 6 ديال الصباح، وكناخذ شي ماده اللي كتكون بالنسبه ليا صعيبه هي اللي كنبدا بها كل نهار. العقل في الصباح كيكون مازال فخي وكنت كنقدر انني نستوعب دغيا. كنت كنحاول انني ننوع ما بين المواد في لا جورني، يعني في نهار واحد كندير مجموعه ديال المواد ماشي ماده واحده، ندير شويه ديال الحفظ، شويه ديال الفهم، شويه ديال التمارين. من بعد الا كنت داخله مع 8 ديال الصباح اولا مع 9 ديال الصباح كنت كنكون على الاقل انني ضمنت واحد الساعتين ديال الخدمه قبل ما نمشي للمدرسه. وكنت حاجه اخرى كنديرها قبل اي حصه، كنحاول انني نراجع شنو درنا في الحصه اللي دازت وشنو عندنا في الحصه اللي جايه. هادشي كان كيعاونني باش نشد الدرس مزيان ونعقل عليه. في العشيه كان ضروري خاصني نرتاح، كنت كندير اون بتيت سياست ديال 30 مينوت 1 اور على حسب واش عندي العشيه خاويه ولا عامره. الا كانت عندي العشيه عامره كنمشي نقرا وكنرجع 6 ديال العشيه كنرتاح كناكل وكنوض، من بعد نجلس نركز عاوتاني واحد 3 أو 4 ديال السوايع كل نهار حتى ل 11 ديال الليل. يعني من 7 حتى ل 11 ديال الليل كنجلس نخدم سيريوزمون. بيان سور انا جالسه كنخدم كنحيد عليا اي حاجه اللي ممكن انها تشغلني، تليفون، انترنت، كلشي. الا ما كنتش قاريه في العشيه فكنت كنجلس نبدا القرايه ديالي مع 4 وكنساليها مع 7 أو 8 ديال العشيه. هذا هو البروغرام اللي كنت متبعاه، يعني شاك جور كنخدم في الصباح من 6 حتى ل 11 او من 6 حتى ل 8 على حسب، وفي العشيه ما بين 4 حتى ل 8 ديال العشيه او ما بين 7 حتى ل 11 ديال الليل. كنت كنحاول انني ندير الرياضه واحد 2 مرات حتى 3 ديال المرات في الاسبوع. علاش الرياضه؟ حيت كانت كتعاوني باش نحيد لو ستريس. يعني الرياضه مهمه بزاف باش تخلي الواحد انه سولاجا، يحيد عليه كاع هذاك لو ستريس وكاع هاد التمارين اللي كيدوزها في او بور دو لا سيمين. Parmi les choses importantes اللي كنت نتبعهم هي ما يمكنش ننعس من مور ل 11 ديال الليل، ماكسيموم ل 11 خصني نكون ناعسه باش نقدر نفيق في 6 ديال الصباح. حاجه اخرى كنت كنديرها بزاف هي لي فروي. في ديك لا بيريود ديال لا بريباراسيون كنت كناكل فيها لي فروي بزاف. ديما وانا جالسه كنقرا كندير واحد عصير ديال الفواكه ونشربو. Parmi les astuces aussi اللي كنت كنديرهم هي كل 2 ساعات كنوض كنتحرك شويه، كل 2 ساعات كنخدم سيريوزمون 2 زور ديكونيكتي للعالم الخارجي، كندوز 2 ساعات كندير اون بوز ديال 10 مينوت 10 دقائق، كنوض كنتحرك فيها شويه، كنمشي كناكل شي حاجه، كنطلب السرجم، كنشعل التليفون ديالي كنشوف ولا بغيت نقرا شي حاجه، ومن بعد كنبدل الجو وكنعاود نجلس باش نولي نخدم حاجه اخرى. هذا هو لو ريزومي ديال الطريقه اللي كنت كندير. كنتمنى انها تكون
نفعاتكم حتى نتوما. بطبيعه الحال انا ما كنقولكش دير هادشي اللي كنت كندير انايا حرفيا، كل واحد فينا والطريقه اللي ممكن تناسبه هو، ولكن تقدر تعطيكم افكار حتى نتوما كيفاش ديروا باش تنظموا الوقت